ازيكم؟ عنوان قصتنا النهاردة أريد حلا. بتدور أحداثها في محافظة الجيزة لشاب عمره 30 سنة متجوز بقاله 8 سنين بعد قصة حب كبيرة. بطل قصتنا وحيد أمه وأبوه، حب بنت في المرحلة الثانوية. استمر الحب بينهم 7 سنوات، انتهت قصة الحب دي بالجواز. بعد الجواز ب4 شهور بدأ الكلام عن الحمل والخلفة عشان يجيب ولي العهد والوريث الشرعي، لكن ربنا كان ليه رأي تاني ان ما كتبش ليهم الرزق بالذرية. من السنة التانية بدأ بطل القصة هو وزوجته رحلة البحث عن الخلفة. طبعا راحت للدكاترة كتير وعملت عمليات كتير، راح الدكاترة في القاهرة والجيزة واختلف التشخيص، كان كل دكتور بيقول لهم رأي وكل دكتور بيصرف علاج غير التاني ويصرفوا أدوية مختلفة. عملوا عمليات حقن مجهري مرتين، لكن المحاولات دي كلها ربنا ما كتبش ليهم بالحمل. قرر انه يروح رحلة عمره هو وزوجته، وطبعا برضو ارادة ربنا اكبر من اي شيء، ما كتبش ليهم ان هما يخلفوا. طول السنين دي وهو بيتعرض للضغط من ابوه وامه عشان يتجوز تاني، خاصة وانهم عيلة حالتها المادية ميسورة، لكنه كان متمسك جدا بزوجته وكان بيرفض كل المحاولات دي وقال مستحيل ان انا اتجوز على مراتي، انا بقالي 8 سنين متجوز ما شفتش منها اي حاجة وحشة ولا عمرها زعلتني ولا عمري زعلتها، فمش الخلفة اللي هتخليني اتجوز عليها، انا بحبها مش هفرط فيها. ابوه قال له لو ما اتجوزتش عليها هنحرمك من الميراث طبعا، وكان بيضغط عليه وقال له مش لازم انك تطلقها، اتجوز من غير ما تطلقها، وكان دايما يضغط عليه، لكن رفض كل الضغوطات وكل المحاولات دي. دلوقتي هو بين نارين، نار حبه لمراته وعدم رغبته في الجواز عليها، ونار ابوه وامه لان ابوه وامه قالوا له لو ما اتجوزتش احنا هنتبرى منك، احنا عايزين نشوف لنا حفيد. طبعا هددوه انهم هيتنازلوا عن املاكهم للجمعيات الخيرية وهيحرموه من كل الميراث، وكمان البيت اللي هو قاعد فيه هيطلعوه منه. بطل قصتنا النهاردة عايز حل في اللي هو فيه، هو بين نارين، نار حبه لمراته ونار مقاطعته لأبوه وأمه. هو مش عايز يزعل مراته ومش عايز يغضب أبوه وأمه، لكن في نفس الوقت مش عايز يتجوز عليها لأن مش الخلفة أو العيال المقياس للحب ليها. فهو عايز دلوقتي حل، ياريت نكتب له في الكومنتات يعمل ايه ويتصرف ازاي. وبكده خلصت قصتنا النهاردة.